حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى كده انا عملت اكل، يعني عندي عزومه، فعملت كذا حاجه وكذا صنف. احب طبعا اشارككم كل حاجه بعملها، وعايزه اوريكم كل الحاجات اللي انا عملتها وتقولوا لي في الكومنتات انا ست شاطره ولا لا، واخد كام من 10. تمام، يلا بينا. بصوا بقى كده، اول حاجه كده عملت مكرونه بشاميل، وحطيت بقى عليها جبنه موتزاريلا وجبنه تركي مبشوره. ماشي. وهنا بقى عملت الفراخ كده، عايزه اقول لكم تحفه. بس انا في الاخر خالص بقى، يعني قبل ما اقدمها هولع في حمايه، ولما تولع هحطها في النص واحط عليها في ورق فويل واحط عليها زيت واغطيها، واتفرجوا بقى على الجمال والحلاوه. ماشي. وعملت هنا سمبوسك، عملت سمبوسك بالجبنه الموتزاريلا والزيتون والجبنه التركي المبشوره. وعملت كمان سمبوسك محشيه لحمه مفرومه. وبصوا بقى هنا عملت الكفته دي، كفته الحياتي دي كده. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى تحفه جدا جدا. بس انا ايه، مش هقدم يعني الاكل دلوقتي لسه وكده، بس انا قلت ايه اقدم، يعني اصوره لكم قبل ما اقدمه يعني. وهنا برضو دي مكرونه بشاميل. بصوا بقى هنا انا عامله بسله. طبعا هي ممكن ما تمشيش شويه البسله مع الاكل ده كله يعني، بس ايه. وهنا بصوا عامله آه، محشي ورق، محشي ورق كرنب. استنوا كده، بصوا بقى محشي الكرنب بيستاهل بقكم والله زي العسل. ماشي، استنوا بقى كده. وهنا بقى كده عامله محشي مشكل كده. تقولوا لي في الكومنتات استاهل كام من 10 وانا شاطره ولا لا. ماشي. وعملت اهوت كوسه وفلفل وبتنجان برضو. ماشي. وهنا بقى عملت مكرونه لسان عصفور. ماشي، بالكبده كده بالكبد والقوانص. بس بصوا تستاهل بقكم والله. آه يا رب بقى ايه، ما تنسونيش في اللايكات الحلوه بتاعتكم. بصوا. وهنا عملت الرز اهو. بصوا، بس انا مش عارفه انتوا شايفينه ولا. وعملت الرز بشعريه كمان، عشان بقى اللي عايز ياكل، كل واحد عايز ياكل حاجه براحته. وهنا بقى دي بقيه الفراخ اهي. بصوا. قولوا لي بقى استاهل كم من 10، وتعملوا لي لايكات كتير وكومنتات. هستنى كومنتاتكم وهستنى كل حاجه تبعتها لي. انا بحبكم جدا جدا، وشكرا ليكم جدا جدا جدا، عشان انتم اهلي واخواتي وحبايبي وكل حاجه ليا والله. بجد بتفرحوني وبتسعدوني. شكرا لليوتيوب وشكرا ليكم. شكرا لليوتيوب لانه جمعني بناس حلوه جدا، وناس اصيله وناس كويسه. ناس تتحط على الراس والله، بجد مش كلام. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، وانا بحبكم جدا جدا. وان شاء الله استنوا برضو فيديو تاني كمان احلى واحلى ان شاء الله. وطول ما انا معاكم ان شاء الله هقدم لكم حاجات احسن واحسن ان شاء الله. انا بحبكم جدا جدا، ودمتم في رعاية الله. بحبكم جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قالوا وحشتوني 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 وحشتوني. النهارده بقى ايه كده فيديو جديد. انا عايزه اقول لكم ان انا كان عندي عزومه، فانا كنت بحضر يعني التتبيله بقى دي، التتبيله دي بتاعت الفراخ. انا بقى حطيت بصل وطماطم و... وحطيت وحطيت كمان توم، 3 فصوص توم كده. وحطيت بقى بصل بودر وتوم بودر وبابريكا ومرقه اللي هي الماجي ديت. وحطيت ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ. دلعت التتبيلة يعني من الآخر، وحطيت بقى حبة خل وحبة زيت وملح. انتي بقى بتشوفي الحدوقية بتاعت التتبيلة. هي غامقة كده عشان انا حاطة بهارات فراخ وحاجات كده، فهي بس غمقت. بس انا هنا بقى كنت قلبتها مع بعض. كنت غسلت الفراخ غسلة حلوة قوي، وبعد كده عملتها بالليمون كمان. ماشي. وهنا بقى كنت سبتها تتصفى الاول، وبعد كده بدأت ان انا انغز الفراخ كده من كل حتة.
تمام. وبدأت هنا بقى ايه احشيها بقى، احشي الفراخ كده من جوه، احطها بقى فيها التتبيله. عاوزه اقول لكم اللهم بارك، يعني اكني جايباها مشويه من عند الراجل. وعايزه اقول لكم ان انا سبتها ليله كامله في التلاجة، عشان تشرب من التتبيله. وعايزه تاكلي فراخ صح، تبليها وشيليها ليله كامله في التلاجة. بصوا اللهم بارك، حاجه كده كانت قمر بصراحه. وعايزه اقول لكم عجبت الناس جدا وكانوا مبسوطين جدا الحمد لله. وعايزاكم بقى تقولوا لي في الفيديو ده، امانه عليكم كلكم، تقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد وايه ايه اللي بتحبوا ايه في الفيديوهات بتاعتي، وتدوني كام من 10 على الاكل النهارده. تمام. انا بقى هنا كنت بشوح بصل ومعاه توم ومعاه جزر مبشور ومعاه فلفل رومي يعني ضرباه، كل الحاجات دي ضربتها في الكبة. وبشوحها بقى بالسمنة او الزيت اللي انتوا بتحبوه، المادة الدهنية اللي انتي بتحبيها. هنا بقى كنت انا شوحت البصل كده شوية بكل ده، وبعد كده نزلت عليهم باللحمة وايه، وبدأت كده ايه اشوح فيهم بقى كده. احط بقى فلفل اسمر وبهارات لحمة، بهارات السبعة اللي انتي بقى ايه اللي انتي بتحبيه. كمان في ناس بتحب حاجات معينة في النكهات. وبحط بقى واحدة مرقة لحمة برضو بتدي طعم حلو كده، وبتعلي التست بتاع الأكل يعني. عايزة اقول لكم بقى ايه، هنا دي الخلطة دي اللي انا عملتها الحمرة دي عشان المحشي. تمام. وهنا كنت حطيت اسلق المكرونة عشان هعمل بشاميل. تمام. وهنا انا كنت سبكت بقى ايه، تسبيكه اللي هي بصل بتوم كده، بشوحهم على النار بزيت او بسمنه. وبعد ما بيشوحوا بحط الصلصه تتسبك، وبعد كده احط البسله. وهنا كنت بقى ايه عملت البشاميل. عايزه اقول لكم كده حاجه ايه اللهم بارك، يعني بصوا الحمد لله يعني. المهم ان الناس مشوا من عندي مبسوطين، ودي كانت اهم حاجه عندي. هنا بقى كنت بعمل كفتة، بعملها كده في الصوابع الخشب كده، في سياخ خشب كده صغيرة. وهنا كنت بحط اللحمة بقى كلها، بضربها في الكبة وبحط عليها بيكنج باودر، وبحط عليها بقى بهارات، في بهارات لحمة كده، وفي حاجات حلوة كده بتتحط. وهنا كنت حطيتها بقى هنا في الطبق وغلفتها وسبتها. هنا بقى كنت قسمت الفراخ كده بالنص. تمام. وحطيتها بقى كده زي ما انتوا شايفين في الاطباق، وهغطيهم كمان على فكرة، واحطهم في الفرن تقعد لها كده ساعة ساعتين. دي التتبيلة دي اوعي ترميها، حطيها برضو عليها. تمام. واحطها هنا بقى. بصوا كنت بحشي كده المحشي الكرنب، وعملت بقى كوسة وبتنجان وفلفل. هنا بقى المكرونة كنت جبت البشاميل بعد ما خلص، وبحط على البشاميل كمان قشطة بتوديه في حتة تانية. كنت بقى هنا حاطط حبة بشاميل على المكرونة، وبحط بشاميل في قعر المكرون الصينية، وابدأ احط حبة مكرونة هنا وهنا. عايزة اقول لكم كده رقيقة وخفيفة وحلوة. الاول كنت بحط مكرونة كتير، كانت بتبقى تقيلة كده، وفاهميني كده بقى ايه، يعني مكرونة بشاميل كده ايه على الهادي. هنا بقى كنت عملت العصاق خلاص، نزلت بقى كده ايه في الصواني كده. عايزه اقول لكم كانت حاجه اللهم بارك، كانت تحفه والله. يا ريت يا ريت اقدر ادوقكم الاكل، والله يا ريت والله العظيم. هنا بقى حطيت المكرونه. انا عارفه ممكن حد يقول لي المكرونه قليله او كده، لا هي كده والله خفيفه، والقطعيه كده مش سميكه كده ومكرونه كتير، لا كده اي حاجه متدلعه كده، حاجه خفيفه. وبدأت بقى احط البشاميل من فوق. بعد كده حطيت جبنة تركي مبشورة. طبعا انا اسكندرانية فبقول جبنة تركي مبشورة، في القاهرة بيقولوا جبنة رومي. كنت بقى حطيتها. وبعد كده هنا عندي جبنة موتزاريلا برضو حطيت عليها. عايزة اقولكم الحاجات دي بتودي الاكل في حتة تانية والله، وبتفرق جدا على فكرة. وكمان عملت سمبوسك تحفة تحفة، اول مرة اعملها، بس الحمد لله كانت جميلة. هنا بقى كنت حطيت البشاميل وفي الفرن بقى وكده. السمبوسك دي بقى هبقى اجيب فيديو اوريكم السمبوسك انا بعملها ازاي.
هنا كان الاكل كله استوى تمام. عايزه اقول لكم كده حاجه، يعني اللهم بارك والله. انا مبسوطه ان الاكل عجب آه حبايبي اللي كانوا عندي، انا مبسوطه جدا. والسمبوسك دي طعمها حلو جدا اول مره بصراحه يعني. انتوا اخواتي وحبايبي، وانا مش هقول لكم لا انا قبل كده بعملها على طول، لا انا اول مره اجيبها واعملها. بس كانت قمر، وكنت حشيها جبنه موتزاريلا و... وجبنة تركي وزيتون. بس كانت قمر. اتمنى بقى الفيديو يكون يعجبكم، وبحبكم جدا جدا.